قال لي صح اتجوزتها. قلت له طيب ليه تكسرني؟ ليه تكسرني بالشكل ده؟ بكيت وما قدرتش أكمل. حاولت أهدي نفسي وبصيت له قلت له أنت الوحيد اللي حسسني إني مش ناقصة، أنت الوحيد اللي معيرتنيش، بس خلاص أنت زيهم يا سيف، أنت أسوأ منهم، مفيش حد عايرني فيهم وقدر يوجعني زي ما أنت وجعتني بالشكل ده. طلقني يا سيف طلقني. قال ارجعي على البيت دلوقتي وأنا هاجي ونتكلم مع بعض، واللي أنت عايزاه أنا هعملهولك. مسك إيدي وقال لي أي حاجة عايزاها يا أروى هتحصل، بس طلاق لأ، فهماني؟ أنا مش هطلقك، اهدي وبطلي بكا. قطعتي قلبي حرام عليكي. سبته ومشيت ورحت على صاحبتي سوريا. دموعي ما كانتش راضية تقف أبدا. اترميت في حضنها وأنا بقول لها خني يا سوريا. كان بيقول لي إن أنا أهم حاجة في حياته، كان بيكذب عليا، كان بيستغفلني، طلع متجوز من 5 شهور وأنا اللي كنت زي العبيطة رايحة أفرحه بحملي. بعدت عن سوريا وقلت لأ، أنا هندمه. على لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.